ان انت تبقى قيمتك فلوس، انت عمرك ما هتبقى ذكر 100%. هو على فكره فعلا ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما ايه؟ بما انفقوا. يعني هو اصلا الانفاق بتاعه هو اللي بيخليه كده عنده قوامه. بس مش معنى ان انا مراتي تنجح ولا مراتي تكسب فلوس يبقى هي كده بتقلل مني، يبقى انت رابط قيمتك بفلوس. انت مش فلوس. ولو فكرت في يوم من الايام ان انت تبقى قيمتك فلوس، انت عمرك ما هتبقى ذكر 100%. صدقني اللي بيربط قيمته بالفلوس بيعيش مذلول وبيعيش خايف وبيعيش. مفروض انت يعني انا بكلم اي زوج بيخاف كده من نجاح مراته، او بيخاف من ان هي يبقى معاها فلوس او انت كده عديم الثقه بالنفس. انت كده رابط قيمتك بفلوس. يعني انت كلك على بعضك عباره عن فلوس. يعني هي ما شافتش فيك حاجه حلوه خالص غير ان انت عباره عن ورق، انت عباره عن كريدت. لا طبعا، انت اكيد عندك امان، عندك احتياجات هي بتاخدها منك، اكيد انت سند، اكيد انت سكن ليها. ربنا قال ايه؟ ولتسكنوا اليها. في سكن بينك وفي موده، في رحمه، في امان، في احترام، في حاجات كتير جدا 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 الست مهما يكون معاها ملايين بتحتاجها من السند ده. فاوعى تربط نفسك بفلوس.